لانه مش زملكاوي على الفاضي، خبى جواب ايقاف القيد التأديبي الخاص بالزمالك لغايه ما اتفضح امره من الفيفا وسيح له عامر العماير. حلقه جديده وكلام في الكوره، لايك وشير، اهلا بيكم. لحد امتى الجوابات هتستخبى في الدرج عشان خاطر الاهلي يتاذي؟ لحد امتى الجوابات هتستخبى في الدرج عشان خاطر مصلحه الزمالك؟ زي ما احمد مجاهد خبى جواب ايقاف قيد الزمالك السابق قبل عده سنوات، واتفق مع حسين لبيب يجيب صفقاته ويأيدها، وبعد كده نطلع الجواب بعد ما ورقنا يتستف عشان ما حدش ينخرب وراهم. على رأي الراحل حسن حسني، مالناش دعوه، مالناش دعوه. عاد من جديد ابو ريده ليعيد الكره، ولكن اراد ربك ان يفضح امره هذه المره. في 8 ابريل الماضي جه جواب اتحاد الكوره، اتحاد العار، جواب ايقاف قيد تأديبي للزمالك لفترتين حتى وان تصالح بجميع قضاياه موقوف فترتين قيد. ابو رضا يقوم مخبي الجواب في الدرج ويكفي على الخبر مجور، يعني سكتم بكتم، ترجمه فوريه. ولمده 50 يوم لا حد شاف ولا حد عرف باوامر ممدوح عباس لابو رضا الخادم الامين، وما كان ربك ظلام للعبيد. اتفضح امر ابو ريده لما الاتحاد الدولي اعلن الايقاف على صفحته الرسميه في 28 مايو الماضي، يعني بعد 50 يوم من صدور القرار وعلى ستر الفاسد والفساد. وعامر العمايري يوثق واقعة الفساد بنشر الجواب على المنصات بعد شرحه بشكل وافي للإعلام والعامة. ملناش دعوة، ملناش دعوة. ليه الكلام ده بيحصل ضد الأهلي إذا كانت النتيجة هي إن الأهلي يتأذي فنأذيه، ويحصل لصالح الزمالك فنساعده؟ يا أصدقاء اتحاد الكورة هو مجلس خدمي لتطوير اللعبة ويجب محاسبته من أجهزة الدولة. يا أبو ريدة، أنت في دولة قانون مش في عزبة السيد الوالد. أخيرا عشان نبقى فاهمين، إيقاف القيد ده إيقاف تأديبي لفترتين، ده شيء، والرخصة شيء تاني. عشان نبقى فاهمين، يعني الزمالك هياخد الرخصة عادي جدا، ولكنه محروم من تأييد أي صفقة لفترتين قيد. حياتي مكلم في الكورة، استنوني هاجيلكم.